النقع عبارة عن 1.5 لتر من المية، ضفت عليه 1.5 معلقة ملح، معلقة سكر، وعليهم عصير ليمونتين أو عصير ليمونة كبيرة، وفلفل أسود وروزماري. هقلبهم كلهم مع بعض. أنا قسمت الفراخ بالطول وهنقعها في المحلول ده من 12 لحد 24 ساعة. أنا عادة بسيبها طول الليل في التلاجة. تاني يوم بطلعها من محلول النقع وبنشفها كويس جدا من المية عشان يطلع الجلد كريسبي. حطيتها على صينية ودهنتها بزيت الزيتون ورشة فلفل اسود وبابريكا. بدخلها الفرن او الاير فراير على حرارة 200 لمدة ساعة ونص، والنار من تحت ومن فوق عشان تنشوي. ودي الخلطة العجيبة: توم مشوي هحطه معاها كده ينشوي، وفرمت روزماري، واخدت معجون التوم اللي شويته بالمنظر ده كده، وبضيف عليه قطعة زبدة كبيرة، عصير ليمون، رشة ملح وفلفل، وبقلبه. الخلطة دي بنكه بيها الفراخ وكمان البطاطس المهروسة، الذرة. أول ما تطلع الفراخ